الله يعطيكم العافيه. هذا الغلاط طلع لك يلا يلا تعال تعال حطهم بالله. عاد يا بي شو كل هالاكياس؟ شغل ابي شغل الله يرضى عليك شغل. بدكم عونكم يا بي؟ هاي بذر الرطل هاي بذر الكتان. عاد اعطيني صحن لك وقت يلا يا بي تعال شوف حط شوي قدر كفة. ايوه زين حط قدر معلقتين ابي معلقتين. اي يلا ابي يلا اي هذا شو هذا يا بي؟ بزر كتان ابي شوية مطحون طحن يلا. هلا بحطوا مع منه عسل هذا شو يعني؟ ايه بنحط عسل مو هلا بالاخر. روح شد ايدك ابي شد ايدك اخلطهم كلهم. ايه ابي ايه رك عليها ايه الله يرضى عليك ابي هذا كارك تعلم ولو على كبر ما له شيء انت ما نسيته بس هيك رجعوا الله يرضى عليك. ايه عمرك يا بي عمرك. رك ابي رك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو ما صار؟ مشغول شيء؟ اللي امشي خلينا نروح نشوف الرجال. اي والله ابي نفس العيار عمل لي اياه مرة الاخر. يلا عمرك يا بي. يلا شرف الحديث. تفضل. يا سلام. عايزين يقروا شوف ابني حاجته هيك ابي حاجته. هذا اسمه بزر القطن. شو اسمه؟ بزر القطن يا بي بزر القطن. اخي معتز، هذا المرة بيستعملوه اللي بيطلع له جنجل بالعين، مو اللي بيطلع له هذا المسمار اللي بالرجل. هذاك بيعبي هيك ايح وبتعرف يعني وسخ الجسم. هذاك بيستعملوا له بزر الكتان وبيحطوا له شغله ثانيه. يا بي كنت تستعمله انت لهذا اللي بيطلع له قر، هذا اللي كنت تحط له عجره، شو كان اسمه؟ بزر الكتان وشغله ثانيه يا بي، شو كان اسمه يا عصام؟ قالوا له لكتير غلبة نص الدنيا إلك. فاهم شو قال له؟ النص الثاني لمين؟ هذا هو عصام. سكتنا يا بي سكتنا.